السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ احنا النهاردة هنبتدي بقى التطبيق العملي الفعلي ان احنا ازاي نشغل ال NetN. فهنعمل النهاردة automation process للسي في سكورينج. فهنعمل سكريننج للسي في وهيشوفوا وهيقيموا الاوتوميشن، ولو الدرجة بتاعته اعلى من مثلا 80%، 80 من 100، هيبعت لي نوتيفيكيشن علشان اقدر اشوفه. لو اقل هو مش هيبعت لي حاجة، جاست ان هو هيكون موجود في الشورت ليستد داتا او في الشيت اللي هو متسجل فيه السيفيهات كلها. وقبل ما نبتدي من الشرح محتاج منكم اكبر عدد من اللايكات وتشتركوا في القناة علشان يوصل اكبر عدد من الناس ونقدر نفيدهم بمحتوى مفيد وتعليم. نبتدي كده بسم الله. ده شكل الورك فلو معمول جاهز. ده بس انا بوري لك شكله الاولاني. ده عباره عن ايه؟ ان هو التريجر بتاعه جوجل درايف بيعمل نوتيفيكيشن للدرايف ان في حاجه جديده حصلت، فيبتدي ياخد الداتا ديت ويعمل لها اكستراكت ويحولها من بي دي اف لتكست، ومنها الجيميناي بيعمل اناليسيس بحاجه معينه اكوردنج لبرومبت انا مديهوله. بعد كده الاناليسيس والسكورنج ده بيتحط في الشيت الاكسل، فبقرا منه. لو هو السكور بتاعه عالي انا ببعت نوتيفيكيشن باي ميل علشان لو انا او اي حد تاني مثلا عايز يشوفه، ولو السكورنج بتاعه قليل انا بس بحطه في الشورت ليستد او في الداتابيز بتاعتي. هتيجي نشوف ونبتدي احنا هنتحرك خطوه بخطوه ازاي ان شاء الله. عشان نبتدي بقى من البدايه خالص نعمل كيس فعليه. ابتدي ان انا هعمل جوجل فورم واحط البيانات بتاعتها. مثلا هسميها HR Manager Application. فانا دلوقتي بدور على HR Manager وهعمل فورم علشان الناس تقدم عليها، واحط بقى البيانات المفروض ان هم يعملوا registration فيها. فاول حاجة النيم، هنحط الكونتري، بعد كده الايميل، وبعد كده هنحط الاتاشمنت للسي في ويكون PDF. خلاص انا عملت له ببلش، كل حاجه تمام. هخش بقى من الناحيه التانية كاني متقدم للوظيفه، هملى البيانات واعمل ريجستريشن باسم مثلا علي محمد، واحط السي في واعمل سبميت. كده انا كده على الدرايف عندي سي في دلوقتي لسه داخل جديد تمام ومحطوط في فولدر معين. فعلشان بقى هشوفه ونبتدي بقى اول خطوه الورك فلو. عندنا صفحه NetN دلوقتي. احنا ممكن نشتغل كرييت ورك فلو من ناحيتين. اول ناحيه من اليمين فوق الاورنج، او من الشمال مكان ما انا عملت كليك. هنبتدي باول حاجه زي ما قلنا التريجر. هنخش على جوجل درايف، هنختار changes involving a specific folders. هيبان لي كده، ننزل تحت كده اللي هو trigger on ان هو محطوط الاسم، وتحتيها الاختيار مكان الفولدر فين. فانا هعمل اي دي. وازاي ان انا هجيب الاي دي؟ انا هخش على الجوجل درايف بتاعي. الاي دي هو اللي بعد اليو ار ال وبعد اللوكيشن بتاع اليو ار ال. هتلاقيه اللي انا علمته دوت، واخده كوبي واحطه بيست هنا. طيب نخش بقى على الكريدنشال، وان احنا ازاي نعمل اكتيفيشن للدرايف ان هو يقراه من على اي ان. بص، هو جوجل اصعب حاجه في الاي بي اي كيز في ان بصراحة. اللي أنا شفته معقد وحاجة يعني مرار طافح، بس إن إحنا ناخدها واحدة واحدة مع بعض إن شاء الله هتفهم علشان تعرف تشغلها وتعملها. أنت بس عملتها مرة مرتين هتلاقي الموضوع بعد كده سهل، بعد كده عادي خالص مفيش أي مشكلة. أول حاجة كده بيقولك إيه؟ أنا عايز كلاينت أي دي والكلاينت سيكريت. طيب أنا لو لقيت إن أنا عندي أوبن دوكس، الاوبن دوكس ده كنز من الاخر. ده بيوريني انا كل كي بي اي ازاي اعمل لها اكتيفيشن. فهو مدي ان انا اخش على ايه وان انا وازاي اطبق الاي بي اي كي. هو حتى هنا حاطط اللينك بتاع الجوجل كلاود كونسول، فاخش عليه. انا دخلت على جوجل كلاود كونسول، هتلاقي فوق كده ان تيست. انا لو دوست عليها، ده بروجكت انا كده عامله. نفترض ان هو مفيش خالص، فانا هعمل نيو بروجكت. هيفتح لي بقى صفحه ان انا اسميها ايه. انا سميتها مثلا NetN API keys، وكده كده اللوكيشن ان هو نو اورجانيزيشن، واعمل كرييت. هيجي لي كده نوتيفيكيشن ان هو خلاص دان. اجي بقى افتح البروجكت الجديد اللي هو NetN API keys، وانزل على APIs and Services. اخش عليها. اول ما تفتح لي هتلاقي في حاجه اسمها Enable API Services. ادوس على الايقونه اللي هي البلس Enable API and Service، هيدخلني على اللايبراري. فانا هعمل سيرش على جوجل درايف. هتلاقي كده هو جالي على طول جوجل درايف API. هلاقي فيه كذا حاجه. انا هختار الحاجات اللي هي اللوجو بتاعت جوجل درايف بس، انا مش محتاج بقى ايه انزل ده كله. فاخش على واحده واحده فيهم وادوس عليها كليك، واعمل لها حاجه كده موجوده اسمها Enable. الانيبل ده وانس ان انا بدوس
انيبل بيجي لي نوتيفيكيشن ان هي خلاص بقت انيبل واشتغلت. هكذا اشتغل على كل تول، تمام، واعمل من اللايبراري الجوجل درايفز ديت وافعلها. ولو عايز اضيف حاجه تانية بالمره اضيفها انا بالمره، ان انا ممكن انا عايز ادخل كذا حاجه موجوده معاها زي كالندر، جوجل شيت. فهنا هتلاقيني ان انا بخلص انا الدرايف، بعد ما اخلص الدرايف واخلص على جوجل شيت، علشان كده كده انا هحتاج جوجل شيت بالذات في الشغل هنا. تمام، انا بس بوريك الفكره ان احنا عملنا ازاي enabling للاي بي اي. تاني خطوه بقى هنتكلم عليها هي هنخش على All's consent screen وندوس get started. هيخش لنا ان احنا هنحط الانفورميشن، هنعمل الداتا بتاعتنا، هنحط الاب نيم مثلا هنسميه init m، وسبورتد ميل هحط الميل بتاعي. فخلي الميل هو واحد في كل الداتا اللي احنا هنحطها الفترة اللي جاية علشان نكون متفقين. ندوس next. بعد كده الاودينس external، الكونتاكت انفورميشن برضو الميل، وبعد كده finish هدوس agree وكونتينيو، وبعد كده create. هيعمل كرييت. دخلنا كده للخطوة الثالثة. احنا هنعمل ايه دلوقتي؟ هنرجع تاني لصفحة ال APIs and Service ونخش على الكريدنشال، وهتلاقي فوق Create Credential وهنختار Create OS Client ID. هتعمل الابليكيشن تايب ويب ابليكيشن، هيفتح لك بقى النيم، هتحط الكلاينت نيم وات ايفر بقى، اي نيم، حط نيم اللي انت عايزه. انا هسميه احمد سامي. هنا في تحت خالص الاوثرايزد ريدايركت يو ار الز، تاخده من الانت ان، بس انا مش هاخده دلوقتي، اخليك ايه يعني اوري لك مكانه وممكن هتلاقيه فين بعد كده. تمام، وادوس كرييت. هو كده هيكريت عادي من غير اي مشكله خالص. اول ما عمل لي كرييت هو جاب لي الكلاينت اي دي والكلاينت سيكريت. الكلاينت اي دي والكلاينت سيكريت دولت انا هاخدهم كوبي واحطهم في الانت ان، وانا بحط الكلاينت اي دي والكلاينت سيكريت كوبي بيست، هاخد بقى اللينك بتاع اللوكال هوست اللي هو موجود فوق اللي هو auth redirect URL، هاخده كوبي وارجع الناحيه الثانيه واقول لك ان احنا هنحطه ازاي. انا دلوقتي كده كده في الكريدنشال، هخش عليها هعمل edit، هنزل تحت خالص هلاقي الاوثرايزد ريدايركت يو ار ال، ادوس اد يو ار ال واحط اللينك بيست واعمل سيف. انا كده لنكت ما بين الانت ان وما بين جوجل. تعال نجرب مع بعض ان احنا نعمل الكونكشن. فانا دخلت على الانت ان وعملت الكونكت. هنا جالي ان هو الاكسس بلوكت. انا هنا قاصد ان انا اعمل الغلطه ديت، ان هو بحيث ان هو اعرفك ان كيس ان انت ما خلصتش كل الخطوات ان هو هيعمل لك بلوك. في هنا ان هو كاتب لك ان هو لسه ان هو ما اتعملوش تيستنج واكسس دينايد. ارجع تاني على اوس كونسيست سكرين واخش على الاودينس، وفي تحت هيظهر لي التيست يوزر. احط الميل برضو نفس الميل مفيش مشكله، احط الميل واعمل سيف. وخطوة أخيرة بقى علشان أكمل الكونفيجريشن بتاع ال API key دوت مظبوط 100%. أرجع تاني للأوس كونسنت سكرين وأخش على الداتا اكسس. هنا هيبين لي الاي بي اي اللي انا عملت لها انيبل في اول خطوه خالص، فالمفروض ان انا اعمل لها ابديت وان انا اعمل لها يكون ليها اكسس. يعني انا عملت لها انيبلنج بس انا مش مدي لها اكسس ان هو حد يخش عليها. فمن الصفحه ديت انا بقدر اخش عليها. فانا مثلا هتلاقي في الصفحه عندي ان انا عامل اصلا اكسس لحاجات كتيره. انا بعمل سيلكت اول واعمل ابديت وانزل في الاخر خالص الصفحه واعمل سيف. انا كده خلصت الكريدنشال بتاع جوجل درايف 100%. لما اخش بقى على انت ان واعمل ساين ان ويز جوجل هيجي لي صفحه اللي هو جوجل hasn't provided this app. مفيش مشكله وادوس كونتينيو. جايب لي هنا ان انا اختار واعمل سيلكشن للداتا، هعمل سيلكت اول وادوس كونتينيو. كده كونكشن سكسسفول. فكده الانت ان قاري جوجل درايف وبيشتغل، يعتبر كده بيشتغل نيابة عني لو هو شاف حاجة. هنا هرجع بقى للتريجر ان انا هكمل الداتا بتاعته. التريجر ان هو وانس ان هيلاقي فايل كريدت في الدرايف دوت ان هو هيبتدي يشتغل. وهنا الوقت محطوط ان هنا every minute، عايز تغير الوقت اوكي. نعمل بقى fetch test event. هنا هتلاقي رسالة not executed successfully، ده معناها ان هي كده عدت وبقت مظبوطة الحمد لله. طيب في الاوتبوت بتلاقي اصلا على اليمين وعلى الشمال الاوتبوت والانبوت، اللي على الشمال الانبوت واللي على اليمين الاوتبوت. ده كده كده في اي تريجر مش هتلاقي الانبوت على الشمال، اي نود بعديها هتلاقي فيه الانبوت بناء على الاوتبوت
بتاع النود اللي قبله. طيب شكل الاوتبوت عامل ازاي؟ هتلاقي الاوتبوت او الانبوت ان هم فيه 3 بارات كده من فوق، السكيما والتيبل والجيسون. انت هتحتاج اكتر السكيما، التيبل ده بيوضح لك اكتر، الجيسون هو كود جيسون ان هو بيحول لك الداتا ديت والاوتبوت داتا ديت لكود جيسون برمجه. فانت كده كده مش محتاج انت الكودينج. لو في حاجه ان انت هتحتاجها هو شات جي بي تي، وبيكون كودينج بسيط في الاغلب يعني على ان ام. فانا كده كده هحتاج السكيما للخطوات اللي بعد كده. فالسكيما دي الاساس بتاعي. نعمل نوت جديده في الورك فلو ونعمل سيرش على درايف. فاحنا هنختار داونلود فايل، وهنختار ننزل بقى، ممكن ندور او ممكن تعمل من السيرش الويب فيو لينك. الويب فيو لينك ان انا هختارها واحطها في الفايل، واختار اليو ار ال، هخلي الداتا زي ما هي، ان انا هعمل داونلود فايل وكل حاجه زي ما هي، والكريدنشال كده كده انا عملته، فمش محتاج ان انا اعمل كريدنشال تاني. هعمل اكزيكيوت، طلع لي اوتبوت ان هو السي في. تمام، انا كده ماشي مظبوط. فكده قرا السي في وعمل له داونلودنج. طب خلاص هو قرا الداونلود، انا عايز اتاكد ان هو بقى على الدرايف موجود ولا لا. اخش على الدرايف هلاقي فعلا السي في باسم علي محمد هو ده اللي فعلا قراه في الانت ان. وكمان ان هو عندنا شيت اكسل من الجوجل فورم ان هو برضو سجل البيانات ديت هنحتاجها لقدام. فعلشان اقرا الداتا دي لازم احولها لتكست، هيكون افضل. النود اللي بعدها بقى هختار extract from PDF وزي ما هي، واعمل اكسكيوت. كده حول لي السي في لتكست. حتى لما هتبص على السكيما موجوده من تحت ان هو قراها في التكست، وموجوده الداتا كلها تحت. طيب الخطوه اللي بعدها ايه؟ احنا خلاص عملنا التكست، احنا عايزين بقى السي في يتقري ويتعمل له سكريننج، وبناء عليه هيتعمل له سكورينج بناء على المعطيات اللي انا هديها له. هنخلي الاي اي بقى يساعد معانا، فهنحط جيميناي، وده كمان ليه اي بي اي كي مختلف عن جوجل درايف وجوجل شيت وكده. ده بيخش على طول من جوجل اي اي ستوديو. فالنود اللي بعدها ان انا هختار جيميناي، وهتلاحظ ان هو في جيميناي محدد لك حتى انت عايز ايه. ففي كذا حاجه، فانا محتاج ان هو ايه انالايز دوكيمنت، ان هو هيحلل التكست ديت وهيقراها علشان يطلع لي الداتا اللي انا عايزها. فهعمل انالايز دوكيمنت. هعمل بقى كريدنشال ازاي؟ انا بخش على جوجل اي اي ستوديو وبخش على الاي بي اي كيز. بص زي ما وضحت لك في اي كريدنشال، انت لو مش عارف الكريدنشال دي بتتعمل ازاي خش على اوبن دوكس. فاحنا لو دخلنا اوبن دوكس برضو بيشرح الكريدنشال دوت بيتعمل ازاي. فانا بقول لك على طول ان هو ان انا بخش على جوجل اي اي ستوديو. فهتخش على جوجل اي اي ستوديو، هتخش على الاي بي اي كي، هتلاقي انا مثلا هنا عامل اي بي اي كي قبل كده، فهو متسجل الداتا بتاعتي، بس انا عايز اكريت واحد جديد. ففوق على اليمين في كرييت اي بي اي، وهختار بقى البروجكت. بس قبل ما تعمل كرييت اي بي اي كي انت لازم يكون عامل بروجكت اصلا في جوجل كونسول، فده بيسهل عليك. فده على طول ما بتاخدش بقى الستبس، انت عامل ستبس قديمه قبل كده، فاضل بس الاي بي اي كي. فلما هتعمل كرييت الاي بي اي كي هتلاقي اسم البروجكت، هتدوس الكرييت، هو هيعمل لودنج معاك بالشكل ده، وهيدي لك الاي بي اي كي. هتاخده كوبي وهتحطه بيست في الناحيه التانيه وتدوس سيف، هتلاقيه اشتغل معاك خلاص. طيب احنا هنعمل ايه بقى هنا في الجيميناي؟ في الجيميناي هنا الموضوع سهل وبسيط. انت كأنك بتعمل شاتنج على شات جي بي تي او جيميناي، بس ان انت بتحط الموديل الاول. فانت فروم ليست ان انت بتحط الموديل الاول. فانا مختار جيميناي 2.5 فلاش. بعد كده تحت تكست انبوت انا حطيت البرومبتنج ان هو بحيث ان هو يقيم سي في خاص باتش ار مانجر، حاطط ايه المهارات بتاعته وهو خريج ايه، وايه الريكويرمنت اللي انا عايزها. يعني بالاصح كده ان هي قريبه من الجوب ديسكريبشن. والهديه التانيه مني ليك ان انا هدي لك سامبل للبرومبت ده، وعلشان تقدر تعمل تيستنج عليه وتتعلم عليه وتعمل بيه سكورينج وتفر بقى لنفس البوزيشن او بوزيشنات تانية، علشان تفهم الكونسبت بتاع البرومبتنج عامل ازاي. البرومبتنج هتلاقيه تحت في الديسكريبشن ان شاء الله. نكمل. انا حطيت البرومبت، بس انا عايزه يقرا البرومبت الداتا من منين؟ فانا بقى برجع للسكيما وابتدي اختار. انا هنا عايزه يقراه من التكست، فانا باخد التكست دراج اند دروب واحطها تحت خالص، فهو هيقرا الداتا اللي موجوده من التكست اللي موجوده في الخطوه اللي قبلها، واعمل اكسكيوت. فهو دلوقتي هيبتدي جيميناي يشتغل، وادالي السكور، ادالي السكور 95. فده يعتبر سي في كويس ومحترم. فهناخد بقى الخطوه اللي بعدها ان احنا عايزين نحط السكور في شيت الاكسل، بس شيت الاكسل مش موجود في السكورينج. نعمل حركه لذيذه كده ان احنا هنزود السكورينج في شيت الاكسل وهنضيفه عن طريق الانت ان.
ازاي؟ خلينا معاك كده مع بعض. اخش بقى واختار جوجل شيت واختار append or update row in sheet. في الخطوه دي احنا الكريدنشال انا كده وكده احنا كنا عاملين داتا اكسس، وقلت لك خلص الداتا اكسس معاها على طول. كل اللي انت هتعمله هتاخد الكلاينت اي دي والكلاينت سيكريتس وتحطهم وهتعمل كونكشن وكده بقى سكسسفول. طيب هو هنا بقى تحت هنا هتلاقي فيه الدوكيمنت. طيب الدوكيمنت ديت عباره عن ايه؟ لما انت هتعمل فروم ليست هتلاقي اسماء الشيتات كلها اللي موجوده عندك على الدرايف، فانت كده كده تاخد اسم الشيت تكتبه هتلاقي هيظهر لك على طول، وهتسلكت وبعد كده هيسلكت فروم شيت انهي تابه اللي هي فروم ريسبونس 1. خلاص كده احنا ايه عملنا الشيت، بس احنا ما عملناش السكورنج. طب هنعمل ايه؟ احنا هنزود دلوقتي في الشيت السكورنج. طيب ايه الريفرنس وايه الحاجه المميزه عندي؟ مميز عندي هنا الريزمي. الريزمي فيه اي دي هو مختلف عن اللي قبله. اللينك هتلاقيه من موجود، هتلاقي بعد اللينك الاي دي هيساوي، بعد اي دي يساوي ده الاي دي بتاع كل سي في او كل ريزمي موجود لكانديديت. فده اللي احنا هنشتغل عليه علشان يضيف السكور بتاع كل واحد مظبوط، ما يكونش فيه تداخل او يحط داتا غلط. فهنعمل دي ازاي؟ ان انا دلوقتي هاخد اللينك الاي دي واحطه عند الريزمي، بس اللي احنا الكولم ان هو تو ماتش هنختار الريزمي الاول. فانا عايز ان هو يقرا ويحدد لا بالاسم بقى ولا بالايميل ولا اي حاجه، بالاي دي بتاع السي في او الريزمي. فانا هزود كولوم هحطه سكورينج، بس هلاقي في الناحيه الثانيه على ان هو ما قراهوش. فانا بس لو عملت ريفرش، لو غيرت بس الليست، لو عملت مثلا الشيت فروم ريسبونس 1 تاني واعمل تحت مش هيكون ظاهر لسه، واعمل ريفرش في فاليوز تو سنت، لو عملت ريفرش كده هتلاقي ايه ظهر تحت السكورينج على طول. طيب حلو قوي. تحت هنا بقى هبتدي احط الاي دي في الفاليو تو سند. هنا بقى انا برضو عايز اوضح لك حاجه في ايه الفرق ما بين الفيكسد والاكسبريشن. الفيكسد ده انت ممكن هتاخد من السكيما دراج دروب هتحطها. الاكسبريشن ده بيحول الفيكسد لجيسون كود، لان ان قايم على جيسون كود اكتر. طيب انا عملت الاكسبريشن ليه؟ انا حطيت الاي دي بتاع السي في اللي موجود. طيب لما هيجي سي في جديد انا هتصرف ازاي؟ فانا حطيت لك كود بحيث ان هو وانس ان هو معمول السكور والاي دي موجود والسكور بتاعه مظبوط جنبه، هو هيبص اللي تحته بيبص اللي تحته بيبص اللي تحته اوتوماتيك لحد ما يوصل للسي في اللي احنا بنقراه في الوقت الحالي، وهيعمل له السكورنج علشان اكيد السلايه بتاعت السكورنج هتكون بلانك فاضيه ما فيهاش اي حاجه. طيب لما انت تاخد الكود خد بالك بس من نقطة مهمة جدا. انت هنا في داونلود فايل. داونلود فايل ديت ايه؟ ده اسم النود. لو انت غيرت اسم النود ايا كان وغيرت اسمه لازم تغيره في الحته الريمارك اللي انا بقول لك عليها اللي هي داونلود فايل. انا هنا انا رابط ما بين حاجتين، الاي دي واللوكيشن بتاع الدرايف. اللوكيشن بتاع الريزم احنا واخدينه منين؟ من الداونلود فايل. طب الداونلود فايل ده اسم النود، فانت لو انت عملته وغيرت اسمه لازم تعمل في الاعتبار ان انت تغير الاسم بتاعه علشان يكون مظبوط عندك. خلاص انا خلصت كده الخطوه دي، انزل للي بعدها. اخش بقى هنا على السيل بتاعت السكور. السكور ديت المفروض هي معمول لها اناليسيس من اناليسيس دوكيمنت بتاعت جيميناي، فاخدها دراج اند دروب ان هي التكست واحطها. هنعمل بقى اكسكيوت هتلاقي الداتا ايه عمل 95. طب نبص هنا على الشيت هتلاقي اوتوميتد ان هو عمل ايه 95. طيب تمام انا كده سجلت الداتا، فاضل بس ان انا ابعت نوتيفيكيشن باي ميل. طيب انا هعمل اف كونديشن علشان لو السكور اعلى او السكور اقل. فاحنا هنعمل لو السكور اعلى احنا هناخدها منين؟ من السكورينج. فاحنا هنحط السكورينج لو greater than 80 مثلا، ففي علامة حمراء. العلامة الحمراء دي ليه؟ فانت علشان تحل القصة دي هتكتب كلمة نمبر جنب علامة الدولار اللي في اول الكود، بس لان لازم يكون كابيتال ومفيش سبيسنج. هتلاقي ايه ما بقاش فيه علامة حمراء، فكده الموضوع تمام. واحط السكورينج is greater than 80 وادوس execute step. كده تمام النود executed successfully. وهتلاقي في الترو ان في ايتم اتحركت في الورك فلو. فاحنا عايزين بقى نبعت النوتيفيكيشن دي. هنعملها ازاي؟ ان احنا هنختار send mail. دي طريقة من الطرق، ممكن تعملها بجيميل او ممكن تعملها بأي طريقة، بس انا بوريك كذا طريقة علشان تعرف ازاي تستخدمها. فاحنا من السند ميل ان انا هعملها ازاي؟ ان انا هختار اليوزر الباسورد ازاي. طيب افتراضا ان انا اللي هو السند ميل من جوجل اكاونت او من ميل تبع دومين الجيميل. طيب انا هشغله ازاي؟ من الموبايل. هوريك ازاي خطوه بخطوه. ان انت هتخش على جوجل اكاونت وتعمل سيرش على اب باسورد، تدخله هتلاقي كرييت نيم. اعمل الكرييت للابلكيشن وهتلاقي فيه جنريشن للاب باسورد. الاب باسورد دوت خليه متسيف عندك ان انت ما تشيروش مع حد، يعتبر ده زي الباسورد بتاع الميل، فدي نصيحه يعني. فعملت جنريتد للاب باسورد زي الفل.
خلاص كده تمام. والهوست هتحط ال smtp.gmail.com وهتعمل سيف. تمام، انت هنا بقى يعتبر دي كانها البادي ميل ان انت هتبعت فيها الميل. ففروم تو والسبجكت، فانا السبجكت مثلا هنا هحط اكتب سكورنج اتش ار مانجر ابلكيشن، وهحط السكورنج جنبيها واحط علامه في المية مثلا. ده كده السبجكت. هنا بقى في ال HTML ده البادي ميل، فانت هتكتب ايه؟ فانت ممكن هتكتب بقى URL to resume وهتحط الاتاشمنت بتاع الريزومي. طيب ان انا بحط الاتاشمنت ازاي؟ انا كده كده الريزومي موجود في السكيما في الخطوات اللي فاتت، فانا ممكن اجيبها من الشيت اكسل واحطها واعمل اكسكيوت. ابص على الميل بتاعي لقيت هو فعلا السكورنج اتش ار مانجر بالطريقه اللي انا عاملها بالظبط، وحاطط لي الداتا. لما افتح الميل فعلا الاقي الميل موجود اللي فيه الاتاشمنت لينك وكل حاجه موجوده. فكده جالي السي في بتاعي وانا عملت يعتبر لو انا ما عنديش سيستم للسكريننج سي في، فده كده هيسهل وقت وشغل كبير جدا على الناس اللي هي بتشتغل مانولي او بتشتغل على شيتات اكسل بقى وتفرز سي في. فده هيوفر وقت فظيع طبعا. طيب نعمل تيست تاني كده الابلكيشن ان هو هيكون السكور بتاعه اقل من 80. هنعمل كده اكزامبل ان هو عملنا سبمشن لواحد اسمه ممدوح قدم السي في. علشان بقى نشغل ده بقى على طول اوتوماتيك، بطلع فوق وبعد ان هي ان اكتف بعملها اكتف، بيعمل لي نوتيفيكيشن بقول له جادت. خلاص انا بسيبها بقى. في خلال دقيقه هو المفروض كل شويه بيشتغل، انت هتلاقي الورك فلو رن لوحده. طيب اتاكد كده، ابص على الشيت الاكسل هلاقي الشيت الاكسل المفروض هيجي السكور. تمام، جه السكور بتاعه اللي هو 27، ده في الاضمحلال خالص يعني. ده كده عمل لي السكورنج. طيب ان احنا هنا الورك فلو في الاف كونديشن هو حطها في الفولس في الايتم. طيب في خطوه بعد الفولس؟ لا، فهو كده ايه، الستيب وقفت لحد الفولس، فانا كده مش هيبعت لي نوتيفيكيشن. هو جاست ان هو سيف الداتا بس في الشيت، فهو كده مش هيبعت لي نوتيفيكيشن علشان ما يضيعليش وقتي ان انا ابص على سيفيهات انا مش محتاجها في الوقت الحالي. ده كده شكل الورك فلو. انا كده وريت لك مبدئيا كده فكره الانيت اند بيعمل ايه. اديت لك نسخه مصغره ان هو اوتوميشن سي في سكريننج، ان انت تقدر تعمل ايه. اتمنى ان انت تكون فهمت ويكون مفيد ليك وتقدر تعمله وتجربه على ارض الواقع. ابتدي بتيست زي ما قلت لك في البدايه، جرب حاجه بسيطه، جرب بوزيشن، اعمل سيموليشن بوزيشن مش موجود، اعمل له سيموليشن وحط جوب ديسكريبشن بتاعتها. وبعد كده ابتدي بقى خطوه خطوه، ابتدي كبر الورك فلو ده. الورك فلو ده اسمه اي اي ورك فلو مش اي اي ايجنت. الاي اي ايجنت الفرق بتاعه ان هو بيفكر بدالك، لا انا اي اي ورك فلو انا اديت له تاسكايه معينه ما يفكرش بعيد عنها، فبناء عليه اشتغل على رولز واحده. الاي اي ايجنت انت ممكن بتدي له داتا وهو بقى بيختار من الداتا ديت ويبتدي يدي اكشنز، مش يدي لك اوتبوت بس، يدي ممكن يعمل اكشن. زي ايه؟ زي ان هو شات بوت، ان هو يدي لك رساله بقى نصيه او رساله صوتيه، ايا كان بقى النوع. هو ده الفرق ما بين الاي اي ايجنت والاي اي ورك فلو، عشان تفهموا المسميات دي. علشان لسه في الفيديوهات اللي جايه ان شاء الله هنبتدي نعمل اي اي ايجنت. اتمنى ان انتوا تكونوا اتعلمتوا النهارده وتكونوا استفدتوا وافدتكم. وما تنسوش ان انتوا تعملوا لي لايك واشتراك في القناه لو عجبكم المحتوى، وان هو يوصل اكبر عدد ممكن علشان نفيد بعضينا كلنا. واشوفكم على خير، واستنوني الحلقه الجايه عشان هنتكلم عن الاي اي ايجنت ان شاء الله. اشوفكم على خير، سلام.